يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة، يا صباح الروتين. تعالوا النهاردة كده اخدكم معايا في روتين سريع في أوضة الولاد. بصوا شايفين المنظر؟ انا مش عارفة والله هما بيتخانقوا مع السراير ولا بيعملوا ايه بالظبط. يعني الأوضة حالها لا يرثى لها. شايفين؟ يعني اللي يشوف المنظر ده ما يقولش مثلا آه دول أوضة شابين كبار، مش عيال صغيرة. والله لو عيال صغيرة ما هيبهدلوا بالمنظر ده. حتى هنا اللحاف جه محمد، اللي طلب اللحاف قال لي هاتيلي اللحاف اضغطها بيه. طلعت له اللحاف والله ما طلعه من الشنطه، وسابه مرمي في الارض وضغطه عادي بالكوبرتايه. مخدات الانتريه اللي بره، الخداديات بتاعته بيجيبها يحطها في الحته اللي فاضيه ورا دي، وهو نايم يقلب نفسه فيها. انا مش عارفه ليه، يعني مش غاوي، مش فاهمه هو غاوي ينام في الحته دي ليه. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي في المعركه بتاعتهم ديت. يلا بينا يلا بينا. هنا هروح الاول عند الشباك، امسكه هو الاول. قوم جايه ايه، تك 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 منضفه امه. لا منضفاه بجد، لا منضفاه حلو. لان احنا عندنا عش عصافير جنب الشباك على ماسوره الغاز، فبتبهدل الشباك على طول من الريش بتاعهم. والواحد بصراحه ربنا بيستحرم ان هو يشده ويوقعه ولا حاجه على الرغم من البهدله ديت. آه. مسكت الشباك نفضته كده كويس الاول، وعدلت الستاره، وهقوم جايه بقى ايه ماسكه السرير الراخر بالملايه بقى اللي عليه. انفضيه نفض 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 كده. المرتبة بالخشب نفضناه. انا مسجلة الصوت لان كان صوت دوشة كتير وانا بصور، وصوت بقى البياعين في الشارع رايحين جايين، وصوت الولاد في الشارع، وكانت ايه، عشان كده سجلت الصوت من جديد معاكم. بعد ما نضفته ونفضت خلاص، جبت بقى طبعا الملاية عشان نفرشها، وده العادي. واللي يوصل لحد هنا مينساش اللايك والشير. اللايك يا جماعة ان انتوا بتنسوا تحطوها، اوعوا تنسوا. واللي اول مرة يشوفنا ما ينساش الاشتراك، ويفعل زر الكل، ويسيب لنا كومنت جديد منه. كده انا خلصت السرير الاولاني. تعالوا بقى نروح على التاني. انا هنفض السرير ده برضو بنفس الطريقه والكلام ده، وهظبط بقى ايه المخدات اللي ورا دي، وهسيبها له محطوطه طالما هو عايزها. هيسيبها له مش هشيلها، بس ايه هرصهم له الاول. وهنا بقى انا مش عارفه يعني المشكله أنا مش عارفه امسك التليفون في ايد ونفض بايد واحده. إيه، طب ما بتجيبيش الستاند ليه وتحطيه؟ ما اعرفش، كسل. إيه، ما تفهموش في ايه بالظبط. حتى اللنده اللي الناحيه دي اللي فوق السرير ده فرقعت، ومش عارفه ليه والله. ف حتى عامله خيالي. شوفوا وانا ماسكه التليفون في ايدي اهو. ربنا يهدي يا رب حال الجميع، ويهدي ولادنا، ويتعلموا ينظفوا بس مكانهم. كده خلصت السرير التاني كمان. همسك بقى الشالون اللي جنبيه دوت راخر امسحه. انا مسحت الاولاني اول ما خلصت السرير الاولاني. الشالونات ديت انا حاطاها لهم حاطين فيها الكتب، لان الاوضه صغيره. جبت فيها قبل كده مكتب، بس طلع عارفين اللي هو المكتب كبير. ما كانش فيه منفذ في الاوضه بصراحه، ف اتخلصت منه. والترابيزه دي صغننه كده محندها، هما كده كده الاتنين ما بيقعدوش مع بعض. هو واحد بيقعد في الاوضه وواحد بيقعد في الانتريه. حتى لما كان المكتب محطوط ما بيقعدوش مع بعض. همسك بقى الحاجات دي الاول، الملمها كده. انا بشيل الحاجه ومش عايزه احط اي حاجه فوق الجزء بتاع القران دوت، فكنت كل ما اجي احط حاجه اشيله هو فوق الاول. فانا هسيب التليفون كده من ايديا عشان اعرف ايه الملم الحاجه دي والمعها. بقت بالمنظر ده، الدنيا نظيفه رايقه. حتى التلفزيون لمعته. استلوك ديت المسمار اللي انا كنت حاطاه عليه، مش عارفه الولاد شالوه ليه، والله ما عارفه. جبت بقى المكنسه هنا، وقلت بقى ايه حتى الحته ديت اشفطها. هي ديت مبهدله عشان انا اللي كنت دهنه الاوضه دي. في العيد الكبير اللي فات، لا اللي قبليه، انا اللي كنت دهنيها. حتى يعني كنت اول مره اساسا ادهن في حياتي، فكنت مبوظه شويه في الدهان. ان شاء الله ابقى ادهنها تاني معاكم. يعني اصلا ده ما كانش لون الاوضه، انا اللي دهنت الازرق في في الرصاصي ده. وكده بقى ايه خلصت اوضه الولاد معاكم، وعملت معاكم روتين سريع. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل منكم. واللي اول مره يشوفنا
يشترك ويفعل زر الكل. يلا سلام، واشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.